قبلها بحوالي 5 أيام. كان في أول لما سمعت، كان يوم السبت بالليل على حوالي الساعة 12 بالليل، عرفت اللي فيه هجوم بلطجية على الاعتصام. فبدأت أنا كده كده مصور، فأخدت الكاميرا ونزلت أشوف إيه اللي بيحصل. فبدأت أشوف في إصابات كتيرة، وفي كان معظم الإصابات خرطوش. فبدأت إن أنا أصور، كان الجو كان بالليل، فما عرفتش أصور وشوشهم واضحة. لكن في اللي هو الحاجات اللي أنا صورتها، كان في ضرب بألعاب نارية، بضرب أفقي من الألعاب النارية. كان في ضرب خرطوش. ضرب افقي مين اللي بيضرب افقي بالالعاب الناريه دي اللي هي ايه؟ العاب ناريه اللي هي بتضرب في الجو، اللي هي الالعاب الناريه. بس بدل ما هي بتضرب في الجو بتضرب افقي علينا، والحاجات دي مصوره ومعايا الفيديوهات دي. بدا النهار يطلع شويه، صورت في حد بيضرب خرطوش، بس كنت جايبه من مسافه ابعد. فكنت عايز اشوف مين اللي بيضرب اللي هو خرطوش، يعني احاول اجيب وشوشهم. لان كل مره بعد كده بنكتشف اللي هو لجنه تخصص الحقائق بتقول اللي هو طرف ثالث، وبعد كده ما بنعرفش مين دول في الاخر. فقربت ووصلت للصف الاولى، وكان في بدات اللي هو لمحت واحد من على الجنب اليمين بيضرب في ايده خرطوش، وكان في ضرب وكده. فبدات اللي انا اصور على الشمال، عشان كان في ناس واقفه قدامي، ما كنتش عارف اجيبه كويس. فاول لما لمحت بعيني ان بدا اللي هو طلع قدام، هو اللي في ايده خرطوش، رحت جايب الكاميرا عليه. فكان في وانا لسه بجيب الكاميرا كان ضرب خرطوش. ايوه. فاول لما هو ضرب خرطوش، ما كنتش لسه جبت الكاميرا عليه. فاول لما جبت الكاميرا عليه وشافني راح ضربني انا. كان المسافه كانت قريبه، ما كانش فيه مسافه بعيده بيننا، فقدر اللي هو ينشن عليا. جت فين الاصابه؟ عشان برضه احنا جت هنا موجوده، اللي هو البليه. في واحده تانية جوه هنا عند عيني. دي طلعت، في ايدي دي اكتر واحده تعباني، دي هنا في العصب بتاع ايدي، وكمان في الاطراف، فدي تعباني جدا. وفي جت هنا في ايدي، بس دي طلعت. لكن هم الموجودين اللي في ايدي دي، واحده هنا وهنا، دول اللي لسه موجودين. ده هنا اول لما انا اتفاجئت، يعني انا جبت الكاميرا عليه، اتفاجئت لقيته راح رافع ده صوتك ده طبعا القلم. دي بقى شايلني وموديني على المستشفى الميداني. ده المشهد الوحيد اللي انت صورته ولا لا، انا مصور حاجات كتيره، مصور اليوم كله من اوله لحد اللي هو الاصابه دي. طيب دكتوره منال، هل يجوز ليا يعني بعد كل ده